يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم، شلونكن يا صبايا؟ طمنوني عنكم، ايش اخباركم؟ الله يسعد صباحكم ومساكم، كل ايامكم كل اوقاتكم. طمنوني عنكم، ايش اخباركم؟ ان شاء الله بخير. رجعت لكم في فيديو جديد وان شاء الله هيك ينال اعجابكم ويعجبكم ان شاء الله هيك. وخلونا نصلي على النبي ونبلش الفيديو. هلا هيك مثل ما شايفين هي اكلتي يعني كندسة يبرق. والله انا شوفوا للصراحة يعني اني اليبرق برمضان ما بطبخه، لاني مو عيلتي صغيرة، يعني مش قد من طبخت كمية قليلة ما رح يتاكل عندي. وانا صاير عيلتي اذا بس بياكلوا الاكلة اليوم لو زاد صحن لبكرة يعني من قشطه مثلا منسوي معه اكلة، بس غير هيك ما بياكلوا يعني. وشفتوا اليبرق يعني بده لازم يكون يعني اني اذا ما واحد هيك كتره ما بيحسن. والله انا اشتهيت عليه كتير، يعني قلت لا بدي اطبخ يبرق. يمكن من 15 سنة هي اول مرة بطبخ يبرق برمضان. ايه والله يا صبايا، والله هيك اخذت لكم لقطات، يعني هو مو اني كتير وما كترت. يعني تخيلوا هلا تضحكوا علي تقولوا شو قد هي مساوية قليل، يعني سويت نص كيلو رز، تخيلوا. ايه والله. ولفيته هيك وزبطته، قلت احسن ما اضل مشتهية عليه وتغيير شكل برمضان يعني. ايه والحمد لله رب العالمين. ومع ذلك مع انه نص كيلو رز يعني تقريبا، وحشيت كم قرعاي عندي بالفريزر وطول معي. يعني هلا انا حطيته الساعة 10 الصبح كان عم يغلي لأذان المغرب تقريبا، قبل أذان المغرب يعني شي بتلت ساعة نص ساعة تقريبا صفيته، كان سخن يعني على أذان المغرب. ايه والله يا صبايا، بس عن جد يعني طلع طيب طيب طيب. ايه والله الحمد لله رب العالمين. مشينا فيه يومين حتى، يعني مو يوم واحد. ايه والله. والله هيك هي هون عبساي معروك طبعا، يعني عرفتوا طريقتي، صار نزلتها كذا مرة يعني طريقتي والحمد لله. يعني هلا ما عم بعتمد غيرها لاني جربتها وزبطت معي وصارت كويسة. ايه والحمد لله رب العالمين، عم ينجح معي بيطلع منظوم. والله هون هذا هو كاسة حليب دافي، كاسة مي دافية، معلقة خميرة، نص كاسة سكر، نص كاسة زيت، بياض بيضة، زرف فانيلا، وإذا في محلب طبعا بينحط له محلب. بخلطهم مع بعضهم هيك السوائل، وبعدين بحط له طحين. بياكل 6 كاسات طحين، 6 كاسات ونص حسب. على العجن ببين معكم، هو دي يكون يعني اني ما يكون سميك، دي يكون مريء يعني هيك. بدها تكون العجينة معلش لو عم تلزق معلش ما في مشكلة. ايه والله. طمنوني عنكم انتو، ايش اخباركم؟ شلون ايامكم؟ شلونكم هيك مع رمضان هيك؟ يعني خلص رمضان سبحان الدايم. الله هيك يعيدوا علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية يا رب إن شاء الله. هيك السنة الجاي الله يعيدوا علينا. السنة الجاي الله أعلم، كل واحد هيك السنة الجاي منكون عجب وين، منكون عايشين منكون ميتين، الله أعلم. يلا الله هيك يا رب يجعلنا من العتقاء بهذا الشهر الفضيل، والله ينولنا هيك ليلة القدر بإذن الله. والحمد لله رب العالمين على كل حال. انتو هلا احكوا لي، عملتوا حلو عيد ما عملتوا؟ والله انا هالسنة الصراحة متكاسلة على حلو العيد وما عملت. يعني ما بعرف، يعني هلا بالنسبة يعني ضيوف ما في عندي انا ضيوف يعني تجي. وبالنسبة للعيلة يعني بتعرفوا عيلتي صغيرة، يعني انا قلت له لابو عبده، قلت له خلاص جيب لنا جاهز هالسنة، ما خطر عبالي اعمل ابدا ابدا. والصراحة الفرن ما عم يساعدني، صاير فرني كتير ما بعرف. ما بعرف اذا قلت لكم قبل هالمرة يعني بدي ابدله. الفرن ما كتير عم يساعدني بالخبز. ايه والله. وهلا ما خرج يعني مثل ما بقولوا، ان شاء الله بعد العيد رح اغير الفرن باذن الله. يا هلا على المعروك يا دوب وشغلات مثلا اللي
الشغلات مثلا مثل فروج مثل هيك يا دوب يعني عم بشكل حالي شكازة فيه. عم بخاف اني مثلا اباشر بالكعك او اعمل كعك وما يكمل معي. والصراحة يعني الشغلة الاكبر هي اني انا متكاسلة، ما بعرف ليش هالسنة هيك متكاسلة، ما بعرف يعني ما هيك متحمسة على الكعك هيك الصراحة، ما بعرف. انتوا احكولي سويتوا ما سويتوا. هلا انا كل سنة بعمل كل شي يعني، والحمد لله رب العالمين كل شي بينجح معي وبيصير كويس وطيب والحمد لله يعني. ايه بس هالسنة ما جاي عبالي ابدا اعمل. يمكن من الظروف، من الغلا، البال مو مرتاح، يعني الوضع مو مستقر، الله اعلم ليش والله ما بعرف. ايه والحمد لله رب العالمين على كل شي. يعني بصير جاهز، مو ضروري اني واحد يبلش فيه بالبيت، بس هلا يمكن على الاغلب هيك مقررة اني اعمل بيتي فور بقى، ما بعرف كمان بعمل ما بعمل ما بعرف. واذا عملت رح انزلكم طريقة يعني. هلا انا بينجح معي كمان البيتي فور كتير. ايه بس لسه اشوف هاليومين اذا صار لي بصير اعمل بيتي فور. ايه والله وهيك الوضع، ما بعرف. انتو شلونكم؟ خلصتوا شراء اغراض لولادكم؟ اشتريتولن ما اشتريتولن؟ نزلتوا على السواق؟ والله الصراحة انا لسه يعني نزلت نزلة وحدة بس ما كتير يعني اني تفتنا كتير بالسوق لاني كتير كتير زحمة. ايه وما بعرف يعني المسا نزلنا، ما حسنا نشتري شي يعني، اشترينا هيك غرضين على السريع وطلعنا بالسوق. الصراحة انا مع زحمة السوق ما كتير. ايه والله. هلا في طبعا يعني في مولات، واحد بروح على مولات، بروح على هيك. هلا بدي انزل نزلة لاني لسه لازمني كم غرض بدي اشتريهم. ايه بس انتو خلصتوا اغراض لاولادكم؟ لإلكن اشتريتوا ما اشتريتوا؟ شلون وضعكم؟ ذكروني طبخة ايش طبخين مثلا، ايش شو عنكن اكل، ايش بدها تساووا، ايش تطبخوا على العيد، ايش طبخاتكم على العيد، اتجهزتوا للعيد؟ انا هالرمضان ما بعرف يا صبايا عن جد كتير يعني هيك مو متكاسلة، بس يا دوب يعني الحمد لله رب العالمين. يا دوب واحد في شفتوا للصلاة والعبادة وواحد بعدين شغل البيت، بعدين بيرجع بعد المغرب بعد الافطار، بعد ما واحد يخلص افطار برجع كمان على نفس الشي، كمان دي يروح على التراويح، بدي يصلي المغرب يصلي العشاء ويرجع. لما ما واحد يرجع من التراويح يكون مثلا انا برجع هيك بشرب قهوتي وهيك على رواق، ببرك لي ساعة من زمان. انا طبعا قهوتي اجباري يعني، هي ساعة ساعة ونص للقهوة ما بصير بلاها يعني. هون بكون مثلا خلصت صليت العشاء وكل شي يعني على 24 وما ضل علي شي. هون ببرك بقى بشرب قهوتي على رواق، بحط الركوة وببرك بشرب، لاني قهوة ما بشرب بعد المغرب، ما بلحق. بتعرفوا انتو يعني واحد ما بلحق يا دوب يلملم بعد الافطار ويصلي، يكون صار وقت صلاة العشاء، يجهز حاله لصلاة العشاء صلاة التراويح. ايه معبر وعد الجامع. ايه بقى ما بعرف هيك هاد اللي عم بصير يعني. والحمد لله رب العالمين. الله هيك يجعلنا وإياكم من المغفور لهم يا رب. الله هيك يجعله كله ميزان حسناتنا، والله يغفر لنا ما تقدم وما تأخر من ذنوبنا يا رب. ايه والحمد لله رب العالمين. الله يعيده علينا وعليكم. سبحان الدايم يعني، هو هذا بيقولوا له شهر الضيف يعني. الشهر سبحان الله عن جد خلص بسرعة بسرعة كتير بسرعة. ايه والله. والحمد لله رب العالمين على كل حال. هلا هون دا لكم مشان على الفيديو اني هلا هون عم بساوي هدول حبات البن. بتعرفوا دائما بساويهم يعني كتير، هدول ما بقطعهم من البيت يعني، دائما دي يكونوا موجودين هيك جنب القهوة، جنب يعني بالبيت شكل ما بيأثر يعني. شقد ما نطولوا هلا انا بعبيهم بصندوق او بحطهم يعني او بعلبة. ايه وبحطهم ما بيأثر، ايمت ما واحد بده بياخد منهم. ايه والله. هلا هون هيك طحين وكاكاو وفانيلا وبن قهوة يعني، وهي نسكافيه هيك بروبة بشوية مي صغيرة. وبحط له زيت وسمنة
وطحين طبعا وبخلطن، وبعدين معي فترتاح شوي العجينة وبعدين بشكلها. ايه والله بس يعني شغلتها كتير بسيطة، بس عن جد يعني هذا مثل ما بقولوا من انواع البيتيفورات هو. ايه بس كتير طيب كمان. وكاكاو بده. ايه والله انا على طول بساويها، هلا نزلته على القناة كذا مرة يعني صار. هلا صحيح الفيديو اليوم هيك بسيط ومو طويل كتير وقصير، بس قلت لا بدي انزل لكم فيديو يعني مشان ما اقطعكم، عشان هيك نضل على تواصل، اضل اشوف تعليقاتكم الحلوة، اضل هيك نضل عم نحكي ومندردش مثل ما بقولوا. ايه والله بس ان شاء الله تعالى يعني بركي بعد فترة بكثف التنزيل بإذن الله. ايه والله ما يا صبايا يعني هلا عم بحاول، انا حاولت كتير بس سبحان الله بتعرفوا يعني هذا شهر العبادة، ما حسنت يعني ما حسنت اوفق بين مثلا بيتي وعبادتي وهيك والقناة. يعني هلا انا عم بنزل بس صحيح عم بنزل قليل، بس عم بنزل ما عم بقطعكم، بركي ان شاء الله تعالى بعد العيد بقدر انزلكم اكتر ان شاء الله. يعني هلا هيك بعد العيد في شغلات رح اعملها، رح اخبركم عنها بعد العيد، ما هلا خليلكم اياها هيك مفاجأة ان شاء الله بعد العيد. ايه والله ايه هلا هي صايرة يعني معي، بس ما خبرتكم عنها، بس ان شاء الله بعد العيد بخبركم عنها بإذن الله. ايه والله يا صبايا. ايه والحمد لله رب العالمين على كل حال. والله هيك الفيديو هيك بس كان الفيديو كتير بسيط، بس قلت انزل لكم فيديو. ايه بس دعموني انتو يعني، خلوني هيك اشوف دعمكم، والله العظيم ما بعرف الفيديوهات كمان ما بترتفع. يلا الحمد لله، الله يعطيكم العافية ويجزيكم كل خير، ويجعلوا ميزان حسناتكم ويجبر بخاطركم بجاه الأيام الفضيلة يا رب. يلا وهيك كانت قهوتي هيك بعد ما رجعنا، والحمد لله رب العالمين، وبشوفكم فيديو جديد وهيك. هلا ادعموا لي هالفيديو الصبايا الجدد، تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتدعم لي الفيديو، وإن شاء الله تعالى رح تشوفوا فيديوهات جديدة بإذن الله وروتينات جديدة إن شاء الله غير هالروتينات، وبإذن الله رح هيك تكبر قناتي فيكم، وبترككم هيك بأمان الله وبحفظه. وإن شاء الله هيك بدي هذا الفيديو تدعموا لي إياه دعم كويسة كتير كتير، تكون دعمة هيك عقول نحن الحلبية، دعمة منظومة نظم. ايه والله يا صبايا، الله يجبر بخاطركم بهالايام الفضلة، وادعوا لي هيك الله يسر اموري ان شاء الله. ما بعرف ايش بدي اقولكم، ما بعرف. والحمد لله رب العالمين على كل حال، والحمد لله رب العالمين، نحمد الله ونشكره على كل شيء، على كل شيء عم بيصير معنا، الحمد لله رب العالمين. والله يجزيكم الخير يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم، والله يجبر بخاطركم. ان شاء الله هيك كل تعليق حلو هيك بقرأه وبشوفه وهيك بفرح قلبي، الله يجعله ميزان حسناتكم يا رب ويجبر بخاطركم، جبر ما بعده جبر يا رب. اي والله يا صبايا، والحمد لله رب العالمين، ونوصل لاخر الفيديو وبترككم بامان الله وحفظه. وهي قهوتي ورايحة اشرب قهوتي واترككم بحفظ الله وسلامات، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله تعالى باذن الله. الله اكيد قبل العيد اكيد رح انزل لكم فيديو كمان، وما بعرف اذا بالعيد صار لي ان شاء الله بنزل لكم فيديو. سلام.